منظومة الجيم لازم تتغير مع السنة دي. أسئلة كتير هما ما جاوبوش عنها وانت ما سألتهاش، بس السنة دي لازم تسأل. انت لو بتروح الجيم عشان ايه؟ عشان تضخم؟ عشان تكسب قوة؟ ولا اللي همك الشكل وخلاص؟ انا هنا عشان اديلك المعلومات عشان تحصل على جسم قوي مرن مستدام بدون اوجاع، واهم حاجة شكله حلو. مين قدوتك؟ يعني بتحب بتوع المصارعة WWE ولا بالنسبة لك UFC احسن؟ ولا بالنسبة لك البوكسنج اصلا؟ ما انت لازم تختار. بتوع الكاليستينكس ما بيلعبوش جيم قوي وعندهم عضلات احسن. كم مرة مقاتلين UFC بيروح الجيم؟ هقول لك على حاجة تانية مبهرة أكتر. الناس اللي بتجري 100 متر غير الناس اللي بتجري 1000 متر، كل واحد بيشغل فيهم عضلاته بطريقة مختلفة نتيجة التمرين المختلف. فلما تروح الجيم لازم تكون عارف انت رايح ليه عشان تتمرن على هذا الاساس. الممثلين لما بيعوزوا يعملوا فورمة عشان شخصية معينة بيعملوها في شهرين. طبعا ما ننكرش اللي فيه شوية مكملات وشوية ادوية، بس الاساس في التمرين. مفيش بحث واحد طلع يقول لنا ازاي نوصل لنفس النتيجة في وقت اقل وبشكل احسن وبدون اصابات. فلما حبيت اعمل سيرش زي اي حد عادي ازاي تروح الجيم، ازاي تعمل جسم شكله كويس، كل اللي بيطلع لي عضلات ضخمة مش عارف الاقي الجهاز من وراه ولا عارف اتاكد ده الكويس ولا ده، لان كلهم شبه بعض. انا عاوز جسمي يكون شبه جسم مين؟ كان قدامي اجابتين: براد بيت في فيلم فايت كلاب او جيك جيلنهال في فيلم ساوث بو. ولما عملت بحث ازاي هما بيوصلوا للجسم ده لقيت ان هما مكتمين عليه شوية، مش اي حد يعرفه. عشان كده بتلاقي الممثل في خلال شهرين بيوصل لفورمة الساحل اللي انت بتعمل فيها 5 سنين وبرضه مش بتوصل. فخلوا المعلومات دي حكر على طبقة واحدة في المجتمع بمبدأ هتدفع هوريك اللي عمرك ما شفت. بس انا بعد 10 سنين في العلاج الطبيعي وابحاث كنت بدور بيها الحاجة لنفسي انا جاي اقول لك تعمل ايه وهبقى معاك خطوة بخطوة. ليه عمرك ما سمعت عن حاجة اسمها الفاشية ومرنتها؟ البيزنس اونرز مش عايزين ده يحصل لانهم هيخسروا، عشان يجددوا هيخسروا. بس كل ده بيجي على حسابك انت، لسه بتتمرن كارنولد من 70 سنة. عمرك شفت مقاتل بيأيزوليت عضلة عشان يعمل بانش قوي؟ عمرك شفت لاعب كورة بيأيزوليت عضلة واحدة عشان يشوط شوطة اكبر واسرع؟ ما عنديش اي مشكلة اختلف مع حد من بتوع الجيم. خلاص زمن العضلات انتهى، الزمن اللي جاي زمن الجسم كله. الجسم كتلة واحدة والناس حاولت على مدار السنين تجزأه وبيفشلوا في الاخر. عشان كده انا بكره الجيم، مش الفكرة ولكن التنظيم اللي موجود بيها. البرامج اللي موجودة سواء البرو سبليت او البوش بول ليج. طب وانت لما سمعت عن الباور والانديورنس والكتلة العضلية وتلاقيت كل واحد فيهم بيقول لك مرن 2 في 8 لا 4 في 12 لا بسرعة لا ببطء، ما حسيتش ان الشخص ده بيبيع لك الهوا؟ هو ما يعرفش يفرق بين الاتنين في 8 والاتنين في 10 والاتنين في 12، لان في كل واحدة فيهم هل انت بتلعب السرعة بتاعت الموجب زي السالب؟ الجيومتريك بتاعك كام ثانية؟ طب السالب بتاعك معاه فورس ولا من غير فورس؟ أسئلة كتير هما ما جاوبوش عنها وانت ما سألتهاش، بس السنة دي لازم تسأل. منظومة الجيم لازم تتغير مع السنة دي. ما تبقاش عندك 25 سنة وطالع السلم بتنهى، ولا لما بتروح حجز الكورة في الأسبوع تبقى أول واحد في أصحابك بتقعد في الملعب. عاوز تضخم وتاخد مكملات؟ عاوز الكلية بتاعتك تبوظ بعد كام سنة؟ عاوز مفاصلك تشتكي؟ عاوز تبقى عندك 30 سنة وشاب ولما بتجري ورا طفلك بتنهج؟ ولا عاوز تعمل جسم قوي يشيلك طول حياتك؟ قول لي عاوز تكون ايه وانا معاك. الكلام ده لكل الناس اللي عاوزة تعمل جسم كويس ومش فارق لها الضخام، مش عايز تبقى البيج رامي يعني. بس لو انت من النوعية دي عاوز جسمك يبقى ضخم وخلاص بأي طريقة، عاوز تعمل فورمة ارنولد، بالنسبة لك ده هو الجسد البرفكت، فانا مش هفيدك. في 100 قناة تانيين بيعملوا ده احسن مني. انا هنا عشان اديلك المعلومات عشان تحصل على جسم قوي مرن مستدام بدون اوجاع، واهم حاجة شكله حلو. يعني في الاخر هنوصل مع بعض ان انت يبقى جسمك زي براد بيت من غير ما اعطلك عن شغلك ولا تتفرج على 600 فيديو ازاي تعمل تمرين معين، لانك هتاخد التمرين من دكتور علاج طبيعي دارس الحركة بالعضلة بالمفصل بالعظام. عاش يا كوتش.
فكده كده انت بتحتاج جسمك يساعدك. لكن في الاخر بترجع بوجع عضلات، اعصاب، مفاصل. ولو الجيم كان مفيد قوي جدا كده، كان الجيم اللي اشتراكه ب20,000 ما كانش نفس اللي اشتراكه ب300 جنيه. الجست اللي عايز يقعد في جيم ب 3 4000 جنيه في الشهر الاشتراك بتاعه، هيستفيد نفس الافاده الفعليه الرياضيه الفنيه زي الجيم ابو 50 جنيه في الشهر. مش معنى انك رحت جيم عادي ان عضلاتك هتطلع اكبر وبسرعة. لكن ما اخدتش بالك ان كل حاجة تانية، انك لما بتدفع اكتر تاخد حاجة قيمة اعلى. ليه عمرك ما سمعت عن حاجة اسمها الفاشية ومرنتها؟ منظومة الجيم لازم تتغير مع السنة دي.